رمضان الناس تبطل تقرا جرايد. ربع الناس اللي بيشتروا جرايد ما بيشتروهاش. وبعدين يرجعوا في ال10 ايام منتصف رمضان كده، يعني من يوم 11 ليوم 20 مثلا، وهيجي ال10 الاواخر في رمضان انسى. التوزيع بقى مش بيقل 25%، التوزيع ممكن يقلله 50%. شيء غريب، شيء عجيب، شيء غريب. انه جزء من التدين انه ما يشتريش جرايد ويبدأ يقرأ بس قرآن، ويبدأ يقرأ بس قرآن، ويبدأ يقرأ. لو قرأ كتب دينية، كمان كتب دينية يعني اللي هو يبقى الأدعية، يبقى مثلا اللي هو برضو الكتب الدينية بتتباع في رمضان أكتر من أي كتب أخرى. كتب الدينية اللي هي إيه؟ اللي هي الأدعية، اللي هي كتب التراث. آلاف، مئات، عشرات آلاف ضارعين لله في صلاة الفجر، سعي من العشرات قبل الأذان بيلهسوا في طريق الجامع جلاليب البيضاء السبحات، سبحة في الإيد. آلاف يقفون في الشوارع والأرصفة يصلوا التراويح خلف شيخ يقرأ جزءا من القرآن الكريم في ركعات التراويح. كل ده وأكتر في رمضان. لكن كل ده مظاهر تدين وليس التدين، مظاهر تدين لكنه مش التدين. المصريين شعب متحايل من آلاف السنين، بيتحايل على النهر، الرزق، الحكام، القهر، القمع، وكمان بيتحايلوا على دينهم، وكمان بيتحايلوا على دينهم، وكمان بيتحايلوا على دينهم. كمان ان فكرة مائدة الرحمن يعني برضو تقديرا لها لازم ناخد بالنا انها عالمية، يعني مش مصرية فقط، ولا مرتبطة بالمسلمين فقط، ولا مرتبطة بالمصريين فقط. في أمريكا في حاجة اسمها الهوملس كده، اللي هم الناس برضو المشردين واللاجئين اللي مش ياكلوا دول ونايمين على الرصفة. تيجي عربية، على فكرة دي كمان فيها بعض مؤسسات دولة اللي بتعمل الحكاية دي، يعني احنا في مصر ما فيش دولة بتعمل مائدة الرحمن. فيحصل ايه؟ يحصل العربية تيجي في أمريكا ويبقى العربية دي مع عربية أكل مجهزه زي العربيات اللي بنشوفها في شارع جامعة دول، العربيه في المهندسين ده، وتاكل ويتلم المشردين او الهوملس دول ويقفوا طابور وتاخد الاكل مع مائده رحمن اهي، وبالانتظام نفسه يعني. وبتزيد كمان في الكريسماس وفي الاعياد هناك، مش بيت بقى بينزل فيه عربيه. وعلى فكره دي كمان فيها بعض مؤسسات دوله اللي بتعمل الحكايه دي، يعني احنا في مصر ما فيش دوله بتعمل مائده رحمن. ذنبان لم اجد اعظم منهما بعد الشرك بالله. الذنب الاول رجل اخر الصلاة حتى خرج وقتها، والذنب الثاني رجل افطر من رمضان يوما عامدا بدون عذر. فاسألوا الذين يجاهرون بالافطار في طرقات المدن، واسألوا الذين يعلنون الحرب على الله في المصالح الحكومية، واسألوا الذين لا يراعون
ذات الله حرمة، وسالوا شارع الحرم الذي يبيت حتى الصباح في سكر وعربدة في شهر انزل فيه القرآن. يا حكومة مصر، هل يليق بكرامة رمضان ان يعلن التلفزيون الحرب على الله في رمضان؟ أيليق هذا؟ أيليق هذا بالإسلام يا وزير الإعلام؟ أيليق أن يكون لنيلي نيلها الله ب60 نيلة، أيليق أن يكون لها في رمضان من الفوازير ما لا يقوى مسؤول على تغييره؟ ما هذه النيلي التي لزمت رمضان لزوم الهلال؟ صوموا للفوازير وافطروا للفوازير. حرب على الله، حرب على الله، حرب على الصائمين، حرب على الإسلام. تعرف الحياة مليانة حمار. احمر يا حمراني. ده انت رايق قوي. لاسع. انا عايز رابعه ابتدائي. هربت من اسكندريه. هربتي ورقصتي. اهلي ربوني كده. ونعمة هقول حمرا لناس كتير قوي. مش كده؟ داخل بقى وسط المزز. احنا متقطعين يا استاذ. انتي انا كده شاذة عشان تبقى عارف. نفخ من كل الزوايا. طب والله دي فرصة ان احنا نغني الحمر. حمرا يا دنيا كل الناس بيلبسوا حجاب ويطلعوا دقن ويكلموا في الدين، تستجري تقول لهم انا شيوعي. واحد بيحب حماته، عايز اتجوزك، عايز اتجوزك. يا كلاب اللي افسدتوا السينما. حرب على الله، حرب على الله، حرب على الصائمين، حرب على الإسلام.